العائلات السعودية والعائلات الأجنبية. العائلة السعودية أول ما يركبون السيارة ينزل لك يا حبيبي فيلم أكشن للتاريخ. يبا هذا سليم. يما نبي نتكلم من السوق، المبزرة عاد قلبين أم السيارة ممشى، بزر رايح بزر جاي. عبود يا الله يا الله. يما لكن العائلة الأجنبية إذا ركبوا السيارة أهلين بنت عمي، شو كيفك؟ لك جبت الفواكه معك؟ ايه تقبرني جبت كلياته. بابا اسمح لي أقول لك شيء. وكل الطريق ماشيين وهادين ومروقين. نجي الحين عاد للثلاجات. ما أتوقع أن في فرق كبير بين ثلاجاتنا وثلاجاتهم. ثلاجة الأجانب حمص، تبولة، ورق عنب، زعتر، عصير، كنافة وأنواع السلطات. أحس إنه أبو كلب. وثلاجاتنا رز من أمس، حليب خلفات، تمر، تفاح ماكل نصه، نص جحة بكيس، عيش كريم مغبى ورا اللحم بفريزر. هذه الثلاجة اللي عليها العلم. صدقون عاد حتى بالغرف بعد ما في فرق شاسع. وش هي؟ غرفة الأم الأجنبية، عطرات فرنسية آخر شيء، سلسلة على شكل قلب تفتحها تلقى صورتها وصورة رجلها، إضاءة خافتة وصورة معلقينها أول يوم بعرسهم. أبو كلب صراحة الغرفة. غرفة أم سعودية، عل كلبان، كيس ومشط نصه شعر، وفازلين أكبر شيء بالحياة عشان تدهن فيها نفسها وعيالها، وما مقري فيه بالزاوية، وعلبة معمول بخور، ورقة مقاضي مكتوبة بكحل. هذه الغرفة اللي تفتح النفس. شوف تبي تقنعني ان الاجانب افضل مننا؟ يا شيخ طيب حنا افضل ولا فرق. إيه ترى بيني وبينكم ما دمرنا الا هالاجانب، وش زين بناتنا اول من يوم ما شافنا الاجانب قلبا يا اخي. يعني شاب سعودي طموح تخلينا وتروحين لما الاجنبي وان دايركشن وجاستن بيبر وهاري وطقته؟ انظري الينا يا فتاه. بعدين عزيزتي البنت النفسيه، لا تقدرين تسوي لنفسك انه الشباب السعودي شينين. انتي اشم مخلوقه تمشي على وجه الارض. طبعا مو كلهم، عندنا مزين. هي انتي لا تاثرين بالكيفران ذولا، تاثري فينا. الطبور الحلو من جنبه معين.